بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الله يبارك في هذا الجمع يا رب العالمين، يجعل الجمع مبارك يا رب العالمين. آمين. نقوم مغفور لنا بإذن الله. آمين. معنا اليوم تكملة شيخنا الفاضل الشيخ علي جاسم فرشاوي، عسى الله يحفظه ويبارك له. الله يسلمك. راح يكمل الجزء الرابع. في هذا الجزء الرابع يتكلم عن محمد الفاتح، القائد محمد الفاتح. صلى الله يفتح عليه يا رب العالمين. مشكورا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله العزيز المعز الذي أعز أولياءه وخذل أعداءه. الحمد لله الناصر الذي نصر عباده الصالحين، فنصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففتحوا العالم وفتحوا أهم وأفضل مدن العالم الذي هو اليوم نعيش فيه، وهو الشرق الأوسط، وهو من أفضل أراضي ومدن الدنيا كلها. ثم نصر الله سبحانه وتعالى عباده العثمانيين الذين أنابوا إلى الله عز وجل واعتصموا به وجاهدوا في سبيله، ففتحوا معظم الدول الأوروبية وخضعت لهم الدول الأوروبية حتى لم تبق دولة إلا وتدفع الجزية للمسلمين، وذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. محمد الفاتح وهو محمد الثاني سابع السلاطين العثمانيين، وفي الغالب رقم 7 يكون فيه بركة، فكان محمد الفاتح السابع، السلطان السابع في الدولة العثمانية، وهو ابن مراد الثاني. هو محمد الثاني وأبوه مراد الثاني. قبل أن ندخل في سيرة محمد الفاتح نصحح خطأين في الحلقة السابقة. الخطأ الأول اسم الشيخ الذي كان مع محمد الفاتح، ذكرنا أنه آق شمس الدين، وهو فعلا هو الشيخ الثاني. أما الشيخ الأول الذي ربى وضرب السلطان محمد ليستقيم ويطلب العلم اسمه محمد بن إسماعيل الكوراني. نعم، أظن في الإمارات اسم الكوراني أيضا، حاليا في عائلة اسمها الكوراني. نعم. والخطأ الثاني ذكرنا أن المعركة التي خاضها السلطان مراد مع الأوروبيين ذكرنا أنها بولندا والمجر، وهي الحقيقة المجر في ذاك الوقت كانت تعتبر من الدول القوية العظمى الكبرى في أوروبا. من الدول الكبرى القوية التي كانت في ذاك العهد المجر والبندقية وجنوة. البندقية اليوم ما هي إلا مدينة صغيرة في إيطاليا، لكن في ذاك الوقت كانت مملكة تحكم كثير من الأراضي الأوروبية. وجنوة أيضا اليوم هي مدينة صغيرة على البحر في إيطاليا. نعم، فذاك الوقت كانت مملكة أيضا تملك عدة أراضي في أوروبا، وهذه هي تعتبر من الدول التي كانت يرحمك الله من الدول الأوروبية القوية، بالإضافة إلى القسطنطينية التي فيها الحكم البيزنطي. توفي السلطان مراد سنة 855، ومما قيل في السلطان كتب صاحب النجوم الزاهرة، هذا أحد
المؤرخين والمؤلفين الإسلاميين أرخ وكتب النجوم الزاهرة في الوفيات، أعلام الوفيات، المشاهير من الوفيات من الأمراء والسلاطين وغيرهم. فيقول في هذه السنة عام 855 توفي فيها مراد الثاني، وكان خير ملوك زمانه شرقا وغربا، مما اشتمل عليه من العقل والحزم والعزم والكرم والشجاعة والسؤدد، وأفنى عمره في الجهاد في سبيل الله تعالى، وغزا عدة غزوات، وفتح عدة فتوحات، وملك الحصون المنيعة والقلاع والمدن من العدو المخذول. هذه سمعة السلطان مراد أبو السلطان محمد، ومات وهو شاب في مقتبل العمر كما يقال، مات وعمره 47 عاما. وبناء على وصيته رحمه الله دفن في جانب جامع مرادية في بورصة، ووصى بأن لا يبنى على قبره شيء، وأن يعمل أماكن في جوانب القبر يجلس فيها الحفاظ لقراءة القرآن الكريم، وأن يدفن في يوم الجمعة، فنفذت وصيته رحمه الله. محمد الفاتح ولد سنة 831 من الهجرة، وهو السلطان السابع. السلطان محمد كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن أبوه وضع له علماء يربونه ويعلمونه العلم، وذكرنا أنه كان متمردا على المشايخ، فاختار أبوه الشيخ كان من أشهر مشايخ ذاك الزمان محمد بن إسماعيل الكوراني، كانت له هيبة، فاختاره أن يكون مربيا لولده. قال للسلطان: أنا لا أستطيع إلا أن تطلق يدي عليه. قال: هو لك. وذكرنا أن من أول يوم أراد السلطان أن يتمرد عليه فضربه ضربا شديدا حتى يرجع إلى عقله. وفعلا من ساعتها والسلطان أذعن للمشايخ، وأصبح يتعلم وحفظ كتاب الله عز وجل، وتعلم عدة لغات، ومن أهمها اللغة العربية. وكان شغوفا بقراءة التاريخ، وهذا شيء مهم جدا للحكام، لمن أراد أن يحكم لا بد أن يقرأ التاريخ، ولمن أراد أن يسود ويكون مسؤول على عدد كبير من الناس لا بد أن يقرأ التاريخ، وخاصة تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويقرأ عن عدالة عمر رضي الله عنه، وكيف كان حازما شديدا في مواقف الحزم، ولينا في مواقف اللين والرحمة. فتأثر السلطان محمد بهذا، وأخذ ثقافته من هذا التاريخ، وتعلم كثير جدا. بعد ذلك يظهر في حكمه هذا التأثر. بعد وفاة والده بدأ محمد الفاتح يحضر لفتح القسطنطينية، بعدما أذعنت كثير من الدول الأوروبية في عهد السلطان مراد وعمل معاهدات معهم. بدأ السلطان محمد يتهيأ لفتح القسطنطينية، وخاصة أن عنده شيخين كبيرين من المشايخ، اللي هو محمد الكوراني وآق شمس الدين. هذين الشيخان أثروا أثر كبير جدا في حياة السلطان محمد، وخاصة الشيخ آق شمس الدين كان يقول للسلطان محمد: أنت الذي ستفتح القسطنطينية. وهذا إما عن رؤية رآها أو عن حدث ألقاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، فراسة، قد يكون فراسة.
فكان كثير ما يكرر على السلطان محمد أنك أنت الذي ستفتح القسطنطينية. فتهيأ السلطان محمد لفتح القسطنطينية، وكان طبعا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية على يد رجل، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ماذا فعل السلطان محمد؟ يهيئ الأمر لفتح القسطنطينية. أولا عمل معاهدات مع الدول التي كانت قوية وممكن أن تقف مع ملك القسطنطينية، فعمل معهم معاهدات بأن لا يعتدون عليه ولا يعتدي عليهم. ثم بعض الممالك الصغيرة اللي حول القسطنطينية مثل مملكة طرابزون اللي هي الحين مشهورة، المدينة المشهورة في تركيا، وهي مدينة جميلة جدا، كانت مملكة صغيرة، وكانت تمد القسطنطينية بأشياء كثيرة، فلذلك بدأ بهم وسيطر عليهم وبنى فيها قلعة كبيرة، حيث تكون هذه القلعة مقر للمسلمين ليدافعوا بعد ذلك عن أي جهة تأتيهم من الخارج تريد إعانة القسطنطينية، تكون هذه القوة الإسلامية تكون مصد لهم. ثم بنى قلعة عند مضيق البوسفور. جده بايزيد أيضا بنى قلعة في الجانب الآسيوي مقابل القسطنطينية، قلعة متينة على مضيق البوسفور وأضيق جزء من هذا المضيق. فقام السلطان محمد وبنى قلعة أخرى في الجانب الأوروبي، أن البوسفور يقسم، هو اللي في جهة منه آسيا وجهة من أخرى أوروبا، فبنى في الجانب الأوروبي مقابل القلعة اللي بناها جده بايزيد، بنى أيضا هو قلعة بالجانب الأوروبي متقابلتين، بحيث يسيطر على مضيق البوسفور. أي سفينة تريد أن تدخل لابد أن تمر على تلك القلعتين، فيصبح تضييق على السفن التي تريد أن تأتي إلى القسطنطينية. ثم أعد جيش يقال أنه في تاريخ الإسلام لم يعد جيش مثله، تعداده 250,000 اللي هو 250,000 جندي في هذا الجيش، وأعدهم بأحدث الأسلحة في ذلك الوقت، منها مدافع المنجنيق. ما كان أحد من الدول يملك مثل ما تملك الدولة العثمانية في ذاك الوقت مثل هذه المدافع. وجاب أحد المهندسين من المجر، كان هذا المهندس بارع في صناعة المدافع، فأمره أن يعمل مدفع لا يوجد مثله في الأرض، وسمي المدفع السلطاني، فكان مدفع ضخم جدا ومداه واسع جدا، بحيث أن لو إذا ضرب مدافع أو طلقاته توصل إلى وسط المدينة، مدينة القسطنطينية، فكان إذا ضرب الطلقة تهز الدنيا. فهذه كلها إعدادات عدها السلطان محمد لفتح القسطنطينية. ومن ذلك أيضا نشر المشايخ وأهل العلم بين الجنود، يثبتونهم ويتلون عليهم آيات الله عز وجل
من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويذكرونهم بالجهاد وغير ذلك. بعث ملك القسطنطينية إلى السلطان محمد ليثنيه عن هذا العمل، ويقول له: ترى أجدادك من قبلك والصحابة من قبلك حاصروا القسطنطينية فما استطاعوا، فلذلك أنت اقبل أن نعطيك جزية، نزيدك في الجزية ونعطيك اللي تبيه، لكن لا تأتي إلينا. ولكن محمد الفاتح أصر على أنه، فرد عليه خطابه يقول له: سلمنا البلد حتى لا تراق الدماء، وأنا أتكفل بخروجك سالم من المدينة، وأوصلك أنت وأهلك جميعا إلى المكان الذي تريده، ومن أراد أن يخرج من القسطنطينية يخرج سالما آمنا، ومن أراد أن يبقى فيها فهو آمن كذلك على دينه وعلى أمواله وكل شيء. لكن الملك رفض هذا العرض وصار يراسل الدول الأوروبية لكي يعينونه، وأرسل إلى بابا روما، مع أن هناك عداوة بين البيزنطينيين والروم أو الرومانيين، وهم اللاتينيين اللي في روما، فالكنيستين كانت يتنافسون فيما بينهم، وعداوة شديدة جدا بينهم، بين بابا الكاثوليك وبين بابا الأرثوذكس اللي هم البيزنطيين، والكاثوليك اللي هم الإيطاليين ومن والاهم. ومع ذلك بعث له رسالة يقول له: تعال ابعث قوة تساندنا، ونحن نوحد ديانتنا مع ديانتكم، وتصير ديانة واحدة، ولكم اللي تبون تتمنون. فأرسل بابا روما أحد كبار قساوسته إلى القسطنطينية مع قوة لتدافع عن القسطنطينية، وألقى خطاب، هذا الكاثوليكي ألقى خطاب في آيا صوفيا، كنيسة آيا صوفيا التي اليوم التي فتحها أعادها إلى أن تكون مسجد الرئيس اللي هو أردوغان. ألقى فيها خطاب أخوة وتعاون وكذا، ومع ذلك هناك أناس من القسطنطينية من البيزنطيين رفضوا هذا الخطاب، وقالوا لملكهم: كيف تستدعي هذا؟ والله لئن نرى عمائم العثمانيين والأتراك في مدينتنا خير لنا من أن نرى القبعة اللاتينية في المدينة. شوف العداوة التي كانت بينهم. ولكن الملك مضطر، لأنه يريد أحد يدافع معاه عن مدينته. محمد الفاتح نزل إلى حول القسطنطينية في سنة، خلينا نشوف السنة عشان ما أخطئ فيها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا في العام أو في القرن يعتبر التاسع من الهجرة، سنة 887، يعني بعد سنتين تقريبا أو 3 سنوات من توليه السلطنة، ونزلوا حول القسطنطينية ووزع جنوده ونشرهم. القسطنطينية تعتبر من أحسن المدن في العالم في ذاك الوقت. ليش؟ لأن في جانب من جوانبها على البحر،
وثلاث الجوانب الأخرى حولها أسوار متينة، كل سور بعد سور، وبينهم أيضا فراغ فيه ماء، يعني إما يكون فيه ماء أو فيه شيء آخر. يعني عشان أنت تقتحم هذه المدينة لازم تقتحم السور الأول، ثم تقتحم ما بين السورين، ثم تقتحم السور الثاني حتى تصل إلى المدينة. فكانت تعد من أحسن مدن العالم هذه المدينة. فحاصرها رحمه الله من جميع الجوانب إلا من جانب الماء. عشان تدخل إلى القسطنطينية عن طريق البوسفور كان في مضيق يسمى القرن الذهبي. هذا مضيق صغير وعليه حاطين سلسلة ضخمة يفتحونها للسفينة التي يريدون دخولها إلى المدينة، ويغلقونها بحيث لو أتت سفينة غريبة ما تستطيع الدخول لتصل إلى أسوار القسطنطينية لناحية البحر، وهي تعد أضعف الأسوار. ليش؟ لأنهم مأمنين أن هناك بحر، فالذي يأتي من هذا الجانب يعني يأتي بصعوبة. وهذه السلسلة إذا جاءت اصطدمت فيها سفينة تتحطم. السلطان قاعد يفكر، فنزل عند بعض السفن وقال لهم حاولوا كسر هذه السلسلة، فتصدت لهم سفن البيزنطية. فصار السلطان دخل بحصانه إلى البحر وهو ينادي على قائد أسطوله، يقول افعل كذا، اضرب كذا كذا. نسى نفسه حتى أن الحصان كاد أن يغرق، وصل إلى الماء إلى صدر الحصان. فتبعه الجند يسحبوا السلطان، يقولوا له تعال لا تغرق، يخفق فيك الحصان فجأة تغرق. وهذا من شجاعة السلطان وهمته وحرصه على النصر وعلى تحقيق النصر. وبعد لكن المعركة انتهت بين هذه السفن الإسلامية التي دخلت وبين سفن البيزنطيين، أن سفن السلطان انهزمت. فنادى قائدها اسمه الباشا بلطة، فصار يلومه يا جبان، يا فعلتك، يا تركتك. قال، فرد عليه هذا القائد قال لئن أموت في المعركة خير لي من أن أعير بأني جبان. وكان لاف جزء من وجهه، فرفع الجزء هذا وإذا بعينه قد فقئت. فسكت السلطان لما رأى هذا المنظر، أن ما قصر، يعني بنفسه كان يقاتل حتى فقئت عينه. فسمح له بالذهاب، لكنه عزله وعين مكان آخر اسمه حمزة باشا ليقود الأسطول. نكمل أن السلطان أن هذه المدينة التي استبسلت جاءتها قوة من الخارج من جنوة بعدة سفن، وفيها 700 مقاتل ليقاتلوا مع البيزنطيين ليردوا العثمانيين. فلما دخلوا انتبه لهم الأسطول الإسلامي، فصار يتضارب معهم، ولكنهم سبقوا إلى السلسلة، نزلوها، دخلت السفن هذه وأغلقوا السلسلة من جديد، وعادت سفن العثمانيين. هذه السفن رفعت من معنويات أهل القسطنطينية الذين كانوا محاصرون، رفعت من معنوياتهم، جاءتهم قوة، معهم امدادات كثيرة، معهم قوة، وكان معهم القائد مالهم رجل مشهور بالقوة يعني الحنكة في المعركة وكذا. فرفعت من هممهم، فأعاد الملك مفاوضة السلطان من جديد، وبعث له وفد أيضا يذكرون السلطان، يقولون له ما راح تستطيع تفتح المدينة، فارجع اقبل بالشروط واقبل بما نعطيك
وارجع، وزادوا في أعطيات في الضرائب وكذا، ولكن السلطان أبى عليهم، وبدأ الضرب بالمنجنيق ليل نهار وهو يقصف فيهم، بحيث أن جعلهم لا ينامون لا ليلا ولا نهارا، لأن الصوت قوي جدا يضرب الأسوار، وكذلك القذائف توصل إلى وسط المدينة، فلذلك الناس كانوا يعيشون في ضنك ورعب وخوف من كل مكان، وصارت الوساوس تدب إلى نفوسهم، وبعضهم يتمنى أن الملك يوافق على تسليم المدينة بشروطهم. فجمع الملك أركان حربه ومستشاريه وعرض عليهم، قال لهم: شو نسوي؟ قالوا: إحنا ننصحك ونطلب منك أنك تأخذ أسرتك وتخرج وتذهب إلى ملوك أوروبا تطلب منهم الإعانة، لعلهم يستجيبون لك، إذا استجابوا خير، ما استجابوا فأنت قد نجوت. فإذا سقطت المدينة بعد ذلك تؤلب أوروبا من جديد حتى يأتوا ويفتحوا المدينة ويأخذوها من المسلمين من جديد، ونحن سنقاتل إلى آخر جندي. لكن الملك قال: أبدا لا أخرج من مدينتي، إلى آخر رمق فيني وإلى آخر قطرة دم سوف أقاتل وأدافع عن مدينتي. وبقي في المدينة. السلطان كان عبقري في الحروب، والله سبحانه وتعالى آتاه فطنة، فعمل عشان يوصل الأسوار هذه الحصينة، أمر ببناء أبراج متحركة من 3 طوابق. الطابق الفوق فيه جند يرمون بالسهام، والطابق الثاني والثالث فيه جنود اللي عندهم سلاسل واللي عندهم أدوات الحفر وغيره، بحيث إذا وصلوا يقفزون على الأسوار. ووضعوا على هذه الأبراج وضعوا عليها جلود مبللة بالمياه، بحيث لو ضربت بالنار ما تحترق. وتحركت هذه الأبراج 3 أبراج نحو ناحية الأسوار، اللي يظنون أنها قصفت قصف شديد، ولعل أنها حدثت فيها ثغرة. وفعلا وصلت هذه الأبراج إلى أن لصقت في أسوار القسطنطينية، لكن كانوا الجنود يعني مستميتين في الدفاع عن مدينتهم، وصاروا يضربون هذه الأبراج بالسهام المشتعلة بالنار، ويصبون الزيت عليها حتى استطاعوا حرقها، وقتل كثير ممن كان في هذه الأبراج. والسلطان ينظر إلى هذين البرجين العظيمين اللي سواهم، فلما احترقوا قال: غدا نأتيكم بأكثر منهم. وكذلك إيش عمل؟ حفر نفق تحت الأرض، بحيث أن الجنود ينزلون في هذه الأنفاق ويطلعون داخل القسطنطينية داخل المدينة. وبدأوا يحفرون وأصبح أهل المدينة يسمعون، لأن الأرض يابسة فالضرب فيها شديد، فصاروا يسمعون الأصوات هذه. فمن هذا الجن ولا إنس؟ شو اللي صاير؟ فبدأ الرعب يدب في قلوبهم، إلى أن فطنوا بأن هناك في حفر. فإيش عمل ملكهم؟ قال: احفروا بمقابلها أيضا أنفاق، بحيث إذا خرجوا يدخلون في هذه الأنفاق يظنون أنها أنفاق ستؤدي بهم إلى المدينة، فكمن لهم في هذه الأنفاق. فخرج الجنود العثمانيين فانقضوا عليهم وقتلوهم، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، والأسرى أخذوهم على أسوار المدينة وضربوا رؤوسهم وألقوهم على ربعهم، بحيث أن يجعلون في قلوبهم رعب.
يضربون الأطفال والمدنيين وكذا يخوفون أهل المدينة ويهجرون أهل المدينة، لكن من وضع الله في قلبه الإيمان الله سبحانه وتعالى يثبته ويصبره. هذه إحدى الأمور اللي عملها. ثم إيش عمل؟ جمع مستشارينه وقال إيش رأيكم نسحب السفن من على البر وننزلها داخل القرن اللي مسمى القرن الذهبي، لأن كانت المسافة قريبة بحيث هي يقال أنها 3 أميال على اليابسة، ويوصلون إلى المياه التي تحيط بالقسطنطينية. قالوا كيف نفعل؟ هي صحيح المسافة قصيرة 3 أميال، لكن فيها مرتفعات وسهول وأشجار وكذا. فجمع جنده وأمرهم بقص الأشجار وتمهيد الأرض، وجاب أخشاب ودهنها بالشحم بحيث يجرونها، وأمرهم بعد مغيب الشمس يشتغلون. همة عالية جدا عظيمة قاموا بها الجند المسلمون بجر هذه السفن بحيث ما طلع النهار وإذا بالسفن داخل المياه. فتحوا عيونهم أهل المدينة وإذا بالسفن قد نزلت في المياه، وهذا مما جعلهم يحبطون ويصيبهم اليأس. وهناك في المدينة من يشيع الإشاعات بحيث يحطم معنوياتهم، فأشاعوا إشاعة أن مكتوب في كتبنا أن إذا مشت السفن على اليابسة فقد سقطت القسطنطينية. الله أكبر. فدب الرعب في قلوبهم واليأس. والذي زاد الطين بلة عليهم أن القس الأكبر فيهم قاعد يدعو في كنيسته، وأخذوا تمثال ما يسمى بتمثال مريم العذراء ويطوف فيه بالمدينة وهم يبكون ويتضرعون، وبينما هم حاملين هذا التمثال سقط منهم وانكسر. فهذا زاد من تشاؤمهم، يعني جايين يطببونها عموها. فلما انكسر هذا رجع البابا إلى كنيسته، فجاءت صاعقة وحرقت جزء من الكنيسة. صاعقة كان ليلتها مطر ورعد وبرق وكذا، ضربت الكنيسة اللي هي كنيسة آيا صوفيا، صاعقة حرقت شيء منها. يقولك فخرج هذا البابا وذهب إلى الملك وقال له لا فائدة، لا مقام لنا عندك، خلاص الأمر كذا وكذا، فسلم المدينة أحسن لك. يقول فأغمي على الملك، أغمي على الملك وأفاق بعدها وبكى، وذهب إلى داره وغير ملابسه ولبس ملابس الموت، إنه خلاص يعني يا ميت يا أن أدفع عن نرجع حق الجيش العثماني. الجيش العثماني هناك من كثر إلحاح بعض الناس عليه أن احنا من الأفضل أن ندعهم، الأمر صعب وهذيلا مستبسلين وقد ما نستطيع، والجنود تعبوا. فجمع أركان حربه يستشيرهم. كان في واحد من جماعة السلطان نعم، اللي هو يعتبر الوزير الأكبر، اللي هو الصدر الأعظم كما يسمى. هذا سبحان الله اسمه خليل باشا، دائما ميوله للاستسلام، حتى اتهم بأنه أخذ رشوة من ملك القسطنطينية بحيث يحبط السلطان ليرجع ويفك الحصار عن المدينة.
فقال للسلطان والله شوف، حتى احنا لو انتصرنا ودخلنا المدينة أوروبا كلها راح تتوحد ضدنا ويأتون بحدهم وحديدهم ويفعلون فينا الأفاعيل، فمن الأفضل أن نقبل الجزية ونمشي. كان عندهم قائد في أصلا كان نصراني من الألبان. نعم، هو لا اسمه والله صعب ما قدرت أحفظه. زين، المهم ما يهمنا اسمه، يهمنا ما قال للسلطان أنا لست مع خليل باشا، إنما النصر من عند الله عز وجل، ونحن إذا دخلنا القسطنطينية ماذا ستفعل أوروبا؟ إذا الله نصرنا ودخلنا المدينة فسينصرنا برد الأوروبيين، فنقاتل حتى نفتح المدينة. شو هذا سبحان الله، نصراني أسلم جديد وصار يقاتل مع المسلمين ويذكر هذاك المسلم بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم المتخاذل كما نرى كثير من المسلمين اليوم المتخاذلين ويبثون اليأس في قلوب المسلمين والتحبيط، وهناك أوروبيين يوقفون يدافعون عن قضية فلسطين. فسبحان الله، فهذا الله سبحانه وتعالى هداه وأسلم، ويقول احنا ايش راح ناخذ من الدنيا؟ إما الشهادة وإما النصر. فسر السلطان بكلام هذا الشخص. والشيخ آق شمس الدين رحمة الله عليه كان في خيمته وأمر بأن لا أحد يدخل عليه. جاء السلطان يريد الشيخ يستشيره ويطلب منه أن يعطيه الاستشارة، فقالوا له الجند ما يعرفون السلطان مو مثل اليوم الصورة من الكل يعرف الأمير ولا يعرف الملك ولا كذا. جاءهم قال لهم افتحوا لي خيمة، قالوا ممنوع، الشيخ أمرنا بأن لا يدخل أحد. والشيخ قافل عليه من رابط باب الخيمة من الداخل، قام شق الخيمة ودخل على الشيخ، وإذا بالشيخ يصلي وساجد لله سبحانه وتعالى، يدعو بصوت مسموع، يدعو الله عز وجل بالنصر. فلما سمع السلطان الشيخ ورآه ساجد ويدعو رجع، والحماس في قلبه وزاد قوة. وفي اليوم الثاني قال للشيخ ما تقاتل إلا جنبي، توقف جنبي، ما تقاتل تروح عني، أنا معاك نقود الجيش. وأمر بالليل إشعال النيران في المعسكر كله، وذهبت المشايخ إلى الجند يتلون عليهم سورة الأنفال ويذكرونهم بأن هذا الجيش إذا فتح القسطنطينية سيكون هم المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتصيبهم بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكونون ممن يدخلون الجنة بسلام. فتحمس الجند، وما باتوا تلك الليلة الكل من هو قائم راكع ساجد لله سبحانه وتعالى، رافع كفيه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وفي منتصف الليل والأنوار تملأ المعسكر النيران، لدرجة أن الجند الحرس على أسوار القسطنطينية ظنوا أن النار شبت في معسكر المسلمين، ثم بعد ذلك تفرسوا فوجدوا أن الحركة الشديدة في هذا المعسكر استعدادا لدخول القسطنطينية. وقال محمد الفاتح قال من ينصب الراية فوق الأسوار له من الإقطاعات وله من الجوائز كذا وكذا. رحمك الله.
أحد الشباب الصالح في هؤلاء الجند قال: اللهم اجعلني ممن يرفع الراية، واجعلني أكون شهيدا على الأسوار. شوفوا، ما يريد إقطاع والجائزة، إنما يريد الشهادة. وفعلا هذا الذي تم له. بدأت المدفعية ترمي بالقذائف، وحتى فتحت جزء من السور، وجاءت هذه الأبراج التي عملت، واستطاع هذا البطل أن يقفز على السور ويغرز الراية. وقد شق الفجر نوره، فرأى أهل القسطنطينية الراية الإسلامية قد غرست على الجدار فانهاروا، وبدأ من يريد الفرار أن يفر، واللي عنده همة هبطت همته، والملك قتل تحت أسوارها. ولا يعلم بعد ذلك، لم يعلم، ما عرفت جثته من الذي قتله، أين ذهبت جثته، ما عرفوا. وهذاك الرجل الذي جاء من جنوة ليقاتل معهم أخذ بعض الجند وفر من المدينة، وتم النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الهمم العالية المتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. ودخلوا إلى المدينة، ومحمد الفاتح وبجانبه الشيخ آق شمس الدين، وثم تبعهم بعد ذلك الشيخ محمد الكوراني. ودخلوا المدينة وهم ساجدين على ظهر الخيل، ومشوا يتفقدون المدينة، ومروا على الكنيسة العظمى التي هي آيا صوفيا، فإذا بأصوات النساء والأطفال ترتفع، يتصايحون لأنهم لا يدرون ماذا سيفعل بهم. دخلوا الفاتحين، فأكيد راح يستبيحون الدماء ويسبون النساء، ويظنون أنهم سيفعل بهم كما فعل بهم الكاثوليك قبل 200 أو 300 سنة. صارت بينهم بين الكاثوليك معركة، ودخل الكاثوليك إلى مدينة القسطنطينية فقتلوا وعملوا فيها مجازر عظيمة جدا، فظنوا أن المسلمين أسوأ منهم. إذا ذلاك اللي هم من جلدتهم ومن على دينهم فعلوا فيهم هذه الأفاعيل، فماذا سيفعل بهم المسلمون؟ ظنوا أن المسلمين سيفعلون بهم نفس الفعلة، لكن ناداهم السلطان وأمر المنادي أن ينادي أن كل من يخرج ويدخل بيته فهو آمن، وأن الأمن قد وضع في المدينة، وأن القتال قد استتب ووضع القتال، فالكل آمن. ودخل الكنيسة يبحث ماذا فيها وينظر ماذا فيها، فخرج له أحد القساوسة فسجد له من الخوف، سجد للسلطان ولمن معه، وصار يتوسل للسلطان، فالسلطان أمره أن يأخذه بجولة داخل، وقال: من معك؟ قال: معي القساوسة كلهم اختبأوا في الطابق الأرضي في السرداب. قال: أمرهم أن يخرجون وأمنهم وقول لهم لا يخافون. فخرجوا كلهم، اللي منهم يركع واللي منهم يسجد، ويعني حالتهم حالة. وهكذا أعز الله سبحانه وتعالى المسلمين. خلنا نختم سريعا عشان الوقت. أي نعم. نعم، لما دخل السلطان المدينة صار يسأل: وين قبر أبي أيوب الأنصاري الصحابي؟ العجيب سبحان الله أن الشيخ آق شمس الدين ليلتها رأى رؤية أن قبر
الصحابي أبي أيوب رضي الله عنه في المكان الفلاني، وهذا مما أعطاه أن القسطنطينية ستفتح. فلما دخل فالسلطان يسأل وين قبر الصحابي؟ قال له تعال، وين المكان الفلاني؟ العلامة الفلانية، احفروا هنا. طبعا مع المدة القبر يكاد أن يندثر، والعجيب أن هذا الشيء الذي يعني كيف حفظ قبر الصحابي رضي الله عنه لما استشهد ودفن تحت أسوار يعني حتى النصارى يعرفون بركة الصحابة رضي الله عنهم، فوضعوا له علامة فكانوا يعرفون قبر هذا الصحابي، وكانوا إذا أصيبوا بالقحط يستسقون بهذا القبر. بعد فترة غضب سلطان أو ملك القسطنطينية فأرسل إلى الخليفة الأموي في ذاك الوقت أيام الأمويين، فهدده وقال له لا أخرج جثمان صاحبكم وأحرق علنا عشان أغيظكم فيه. فاشرد على الخليفة قال له إن فعلت لأحرقن جميع النصارى عندي، ولا أفعل كذا وكذا، وآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فخاف الملك واعتذر، قال لا أنا فقط أمزح، وإكراما لصاحبكم سوف أجعل عليه رخام، وأضع عليه لوحة رخام أكتب عليها اسم الصحابي وكذا. سبحان الله بعد المدة اندثر. فلما الشيخ شمس الدين قال لهم احفروا هني، حفروا فوجدوا الرخام ووجدوا العلامة. فسبحان الذي حفظ هذا القبر، قبر الصحابي أبي أيوب، فأمر السلطان أن يبنى عليه مسجد، والمسجد قائم إلى يومنا هذا، والقبر موجود ويزار، ويعني البعض يعمل عنده بدع نسأل الله العافية، لكن الزيارة غير ممنوعة. ومن يزور قبر الصحابي ويقرأ الفاتحة عنده ويعني يدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو الصحابي ولا يدعو القبر، إنما يدعو الله عز وجل، فهذه من البركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليك. جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. إن شاء الله سبحانه إن شاء الله راح يكمل شيخنا الحلقة القادمة، وهي حلقة سقوط الدولة العثمانية. يعني بس إن شاء الله نبدأ 7:30 بإذن الله عشان إيش وشيخنا إن شاء الله بس الله يبارك لك يا شيخ، ويكون دائما ميزان حسناتك ومشكورين.